السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من تجربه المنتجات. في الكام يوم دول نزلت سناكس جديده في السوق زي تايجر ودوريتوس وتوينكلز دبل كريم ودومتي كرواسون وحاجات كتير تاني. فانا النهارده جبت تقريبا كل حاجه جديده نزلت في السوق، فتعالوا بقى نجربهم ونشوف ايه نظامهم. خلينا بقى نبدا على طول، بس قبل ما نبدا انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو اول مره تشوفني. ما تنساش تتابعنا على انستجرام وفيسبوك عشان تشارك في صناعه المحتوى. ويلا بينا نبدا. طيب تعالوا بقى نبدا اول حاجه بويندوز بطعم الفراخ. في الفيديو اللي فات كنت جربت ويندوز بطعم البصل والكريمه تقريبا، فده طعم جديد برضه بطعم الفراخ. ادي شكله اهو، ويندوز بطعم الفراخ والسعر 5 جنيه. افتح بقى على طول عشان ما نضيعش وقت، عندنا حاجات كتير النهارده هنجربها. هيبقى شكله من جوه اهو نفس شكل ويندوز العادي، ما فيهوش اختلاف، وتقريبا برضه نفس لون الاطعمه كلها. ندوق بقى، بسم الله. طعمه حلو، طعم الفراخ فيه قوي، برضه الكميه تحسوها كتير تقريبا يعني نص الكيس، ودي حاجه ما بتحصلش كتير، فلا طعمه حلو وعجبني وهديله 9 من 10. تعالوا بقى نجرب الحاجه التانيه وهو كرانشي ميكس جريل، وده شكله كرانشي ميكس جريل برضه لسه نازل جديد، والسعر برضه 5 جنيه. نفتح كده. هنا بقى لو شايفين اللون احمر قوي، بس تحسوا الكميه قليله شويه، يعني قليله حبتين. طبعا كرانشي مشهور ان الشيبس بتاعه مضلع زي ما انتم عارفين. تعالوا ندوق بقى، بسم الله. طعم الشوي فيه باين، بس مكتوب عليه هنا حار نار، وبصراحة هو فعلا حار نار، يعني حراق قوي. ممكن يعني اللي ما بيحبش الحراق ما يستحملوش، بس ميكس بقى الشوي كده مع الشطة بصراحة لا حلو عجبني، بس برضه كنت محتاج الكمية زي ما قلت لكم تزيد عن كده شوية. لو هقيمه بالارقام هديله 8 من 10. طيب تعالوا بقى نجرب تايجر برضه منزل 3 اطعمة جديدة، هما تقريبا كلهم ليه علاقة بالجبنة. اول واحد اسمه ميكس تشيز، هو ده شكله تايجر ميكس تشيز. وتاني واحد اسمه سموكي تشيز، ده برضه شكله تايجر سموكي تشيز. وتالت واحد تايجر بطعم الجبنه الاسطنبولي، تايجر بطعم الجبنه الاسطنبولي. ودي بصراحه حاجه غريبه بالنسبه لي، اول مره اشوف الطعم ده في الشيبسات، ان حاجه بتبقى بطعم الجبنه الاسطنبولي، فدي حاجه غريبه بالنسبه لي، بس ادينا هنجرب برضه نشوف. برضه سعر كل واحد فيهم 5 جنيه. طيب تعالوا مثلا نجرب السموك تشيز الاول، او ده برضه شكله تاني تايجر سموكي تشيز والسعر 5 جنيه. كده او ده الشكل من جوه، يعني لون الشيبس كده مايل للاحمرار، وبرده الكميه تحسها قليله شويه. خلينا ندوق بقى، بسم الله. فعلا في ميكس كده اطعمه جبنه كتير، يعني مثلا حسيت بطعم جبنه رومي وجبنه شيدر وتقريبا جبنه بيضه، بس الغالب اكتر اللي هي الجبنه الشيدر المدخنه، هي ديت اكتر طعم طاغي فيهم. بس بصراحه الطعم يعني حلو وعجبني، ممكن يعني يكون المفضل بالنسبه لي. فكده تايجر ميكس تشيز هياخد 9 من 10. طيب تعالوا بقى نجرب اللي بعد كده، هو سموكي تشيز، تايجر سموكي تشيز، والسعر برده 5 جنيه كده. طيب هنا بقى شكل الشيبس كده او اللون بتاعه افتح سنه، بس الكميه هنا اكتر، تحسوها اكتر شويه من الميكس تشيز. خلينا ندوق بقى، بسم الله. الطعم فيه ضعيف خالص، يعني طعمه مش واضح، مش قادر احدد هو بطعم ايه. هو مكتوب سموكي تشيز وكل حاجه، بس ملوش اي علاقه بالسموكي تشيز. الطعم ضعيف كده وكان محتاج يتركز اكتر، فبصراحه يعني ما عجبنيش قوي، ولو اقيمه بالارقام مثلا هديه 6 من 10. تعالى بقى نجرب الطعم الغريب بالنسبه لي، وهو طعم الجبنه الاسطنبولي، تايجر جبنه اسطنبولي والسعر 5 جنيه تحت كده. طيب هنا بقى تقريبا نفس اللون بتاع السموكي تشيز بالظبط، نفس درجه اللون، بس هنا برضه الكميه اقل. تعالى بقى نجرب، بسم الله. طعمه قريب من الجبنه الاسطنبولي بس قوي قوي، وطعم الفلفل باين فيه برضه اهو، مرسوم عليه فلفل، فطعم الفلفل طاغي اكتر على طعم الجبنه، فتحس اللي هو شيبسي بالفلفل اكتر، بس اول ما بتبدا تاكله كده بيخطفك، وبعد كده بقى بتتعود عليه، بس برضه مش هيبقى المفضل بالنسبه لي، افضل الميكس تشيز اكتر، فلو اقيمه بالارقام هديله 7 من 10. طيب تعالوا بقى نكسر الشيبسات ديت بحاجه كده حلوه، وهي توينكلز دبل كريم. توينكلز دبل كريم بيقولوا يعني ان الحشو الكريمه اكتر الضعف، فخلينا نجربها برضه، والسعر 5 جنيه. نفتح كده. طيب ادي شكلها زي ما انتوا عارفين، شكل توينكز المعتاد. اللي هنفتحها من جوه كده نشوف الحشو اكتر ولا ايه النظام. اهو ده شكل الحشو من جوه، تحسه زياده اكتر من التوينكز العادي، بس مش اللي هو الدبل، يعني تحسه مثلا قد مره ونص ولا حاجه. خلينا ندوق بقى، بسم الله.
طعمها حلو، دايما توينكس بتبهرني وبحبها، يعني من الحاجات المفضله بالنسبه لي. فلما زودت الكريمه فرقت، يعني بصراحه الطعم بقى احلى. فغالبا يعني لما اجي اشتري توينكس هشتري الدبل كريم مش هشتري العادي، لان الطعم بصراحه احلى منه. فلو هقيمها بالارقام هديها 9 من 10. طيب لو فاكرين بقى في الفيديو اللي فات كنت المفروض اجرب عصير اصلان، وقعدت ادور عليه كتير ساعتها وما لقيتهوش. فالمره دي الحمد لله لقيته، ولقيت منه 4 اطعمه. اول واحد بطعم التفاح والجوافه والمانجا والكوكتيل. تعالوا بقى نجربهم واحد واحد. طيب مثلا ناخد التفاح اهو، ده شكل عصير اصلان بطعم التفاح والسعر 5 جنيه. وعشان ندوق صح بقى ونشوف اللون والطعم وكده، جبت الكوبايه دي فهنفتح بقى ونصب فيها شويه. نحط الشفاطه كده ونصب شويه عشان نشوف تقيل ولا لا، لان هو المفروض ان هو بيقول عليه تقيل يعني. شايفين بقى لون العصير عامل ازاي؟ زي عصير التفاح بالظبط، بس هو المفروض يعني ان هم بيقولوا انه تقيل، فمش شايف ان هو تقيل قوي. فخلينا ندوق. بسم الله. طعم التفاح باين فيه، بس السكر هنا عالي قوي، فمحتاج السكر يقل عن كده شويه عشان طعم التفاح يبان. وانا يعني ما بفضلش العصير يكون السكر فيه زياده قوي، فلو هقيمه بالارقام هديله 6 من 10. طيب تعالوا مثلا نجرب اللي بالجوافه، عصير اصلا بالجوافه والسعر 5 جنيه. نفتح برضو العلبه كده ونحاول برضو نصب شويه. طيب هنا بقى شكل الجوافه تحسها تقيله شويه، وطبعا لون الجوافه الطبيعي عادي. هو ممكن يعني يكون العصير في الجوافه اتقل شويه، بس التفاح مش طبيعي ان هو يبقى العصير تقيل، فكده ممكن اقول لك ان العصير ده تقيل. عصير اصلا ممكن يكون تقيل. خلينا ندوق بقى. بسم الله. فعلا العصير تقيل وطعم الجوافه كده مركز فيه، وهنا بقى السكر قليل عن عصير التفاح. هنا بقى السكر تقريبا يعني مش باين قوي، وطعم الجوافه هو اللي طاغي، فدي حاجه يعني انا بحبها في العصير، فيعني عجبني وممكن بقى ابقى اجربه تاني. ولو هقيمه بالارقام هديله 9 من 10. تعالوا بقى نجرب طعم المانجا، عصير اصلان بطعم المانجا والسعر 5 جنيه. طبعا المفروض بقى طعم المانجا محدش بيختلف عليه، قليل قوي اللي ما بيحبش المانجا يعني. نفتح العلبه كده ونحاول نصب شويه. طيب هنا بقى شايفين اللون، لون برتقاني كده لون المانجا، وبرضه تحس العصير تقيل. خلينا ندوق بقى. بسم الله. زي ما قلت لكم فعلا تقيل، بس برضه هنا السكر زياده كده زي التفاح، فطاغي على طعم المانجا. مش حاسس ان طعم المانجا باين قوي، وتحس ان الطعم صناعي شويه، بالذات في المانجا تحس ان الطعم صناعي شويه، على عكس الجوافه يعني اللي انا حبيته وكان الطعم حلو وطعم الجوافه فيه باين. فلا افضل الجوافه عن المانجا. ولو اقيم المانجا بالارقام هديها 7 من 10. طيب تعالوا بقى اخر حاجه نجرب الكوكتيل، عصير اصلان بالكوكتيل. طيب الكوكتيل بقى عباره عن ايه؟ عباره عن مانجا وفراوله ورمان وجوافه وعنب. نفتح بقى العلبه كده ونحط في الكوبايه. هنا بقى زي ما انتم شايفين طعم الفراوله والرمان طاغي اكتر كده، فطبيعي يعني عشان في فراوله ورمان وعنب كلهم لونهم احمر، طبيعي يعني يكون اللون كده. خلينا ندوق بقى. بسم الله. هنا بقى القوام اخف، يعني اخف من المانجا والجوافه، بس طبعا اتقل من التفاح. لكن الطعم هنا بقى تحسه صناعي، يعني انت تحس ان انت بتاكل طعم اللبان، طعم صناعي كده مش حلو. فلا بصراحه ما بفضلهوش قوي، ولو اقيمه بالارقام هديله 5 من 10. تعالوا بقى نجرب دومتي عملت كده منتج عباره عن كرواسون، فهم منزلين 3 اطعمه جديده. اول واحد بطعم التوفي كراميل، وتاني واحد بطعم فراوله تشيز كيك، وتالت واحد بطعم الشوكولاته بالبندق، وسعر كل واحد فيهم للاسف 10 جنيه. تعالوا بقى نجرب اللي الشوكولاته الاول. طيب ده شكله يعني تحس شكله مجهد شويه، بس تقريبا هو حرفيا مولتو بالظبط، يعني نفس شكل مولتو بالظبط، فمش عارف بقى هيطلع نفس الطعم ولا لا. خلينا نفتحه كده من النص. هنا بقى تحس الحشو اكتر شويه، يعني تحس كتير اكتر من مولتو. خلينا ندوق بقى. بسم الله. حرفيا نفس طعم مولتو بالظبط. انا مش عارف لو هما مثلا جابوا مولتو وحطوه في نفس الكيس بتاع دومتي دوت، مش هنقول حاجه، مش هنقول ان في اختلاف خالص. انا تقريبا اشك يعني ان هما شركه واحده، فمش متاكد يعني ان هما شركه واحده ولا لا، بس حرفيا لو جبت ده ودوت مش هتعرف تفرق بينهم. فالعجينه يعني شغاله وفريش كده، وطعم الشوكولاته حرفيا نفس طعم مولتو بالظبط، فعجبني يعني. ولو هقيمه بالارقام هديله 8 من 10. طيب تعالوا بقى نجرب الطعم التاني، وهو توفي كراميل، وبرده سعره 10 جنيه. نفتح كده. هنا بقى الشكل احسن شويه، طالعه سليمه كده. نفتح برده من جوه. هنا بقى لو شايفين حشو الكراميل برده تحسه كتير كده. خلينا ندوق بقى. بسم الله. طعم الكراميل ما عجبنيش قوي، تحسه يعني مش باين قوي في السندوتش، مع ان الحشو كتير، بس هو طعمه نفسه ضعيف، فلا يعني افضل الشوكولاته عنه شويه. ولو اقيمه بالارقام هديله 6 من 10. تعال نشوف بقى اخر حاجه، دومتي كرواسون وبطعم فراوله تشيز كيك، وسعره 10 جنيه. صح كده؟ برضو هنا نفس الشكل، شكل الكرواسون. نفتح برضو كده عشان نشوف الحشو من جوه. هنا برضو تحس الحشو كتير، وعامة يعني طعم الفراولة تشيز كيك بيبقى من المفضل بالنسبة لي. خلينا ندوق بقى. بسم الله.
طعمه حلو، طعم الفراولة يعني باين فيه، طعم التشيز كيك بالفراولة كده باين فيه ان الحشو كتير في السندوتش، بس انا حاسه ناقصه كريمة جنبه زي مولتو ماجنم اللي هو بالتشيز كيك والكريمة. حاسه لو عملوا كده يعني هيبقى احسن شوية، بس عامة هو كده برضه لو من غير كريمة بيبقى حلو. فلو هقيمه بالارقام هديله 7 من 10 لان انا فضلت الشوكولاتة اكتر شوية. طيب تعالوا بقى نجرب التلات اطعمة الجداد من دوريتوس. هما يعني مش جداد قوي، هما كلهم بطعم الفلفل الحلو، بس تلات مستويات حرارة. في المستوى الاول والتاني والتالت. يعني مثلا المستوى الاول اسمه الحريف او مكتوب الحريف ودرجة الحرارة المستوى الاول، مكتوب هنا بقى حاجة كده مكتوب تقدر على اللي جاي. والمستوى التاني بقى اسمه الاشكيب، مكتوب هنا برضو درجة حرارة المستوى التاني، مكتوب بقى هنا لسه اللعبة هيسخن. وتالت واحد بقى اسمه المخيف، درجة حرارة المستوى التالت، ومكتوب بقى هنا كده انت جبت اخرها. فمن الواضح كده يعني ان الشطة هتبقى نار، وانا بصراحة ما بحبش الشطة قوي. خلينا بقى نجربهم واحد واحد كده وربنا يستر. نبدأ بقى باول واحد اسمه الحريف، زي ما قلت لكم درجة المستوى الاول. نفتح كده قبل ما اوريكم الشكل، هو في منه كذا حجم، يعني في حجم ب4 جنيه وحجم ب5 وحجم ب7. فانا لقيت من المستوى الاول والمستوى التالت الحجم اللي ب7 والمستوى التاني حجم ب5، يعني السعر مش هيفرق قوي. هنا بقى شايفين الشكل من جوه، اللون احمر خالص غامق كده، فواضح ان الشطه فيه قويه. فشوف بقى لما يكون اللون المستوى الاول يبقى كده، يبقى التالت عامل ازاي. خلينا ندوق بقى، بسم الله. غالبا يعني مفيش اي شطه تذكر، مش عارف هو المفروض ان يكون حراق زي ما هم كاتبين، بس هو يعني تقريبا مفيهوش اي شطه تذكر. الطعم اللي باين فيه بس هو طعم الفلفل الحلو. فماشي خلينا يعني نركنه كده على جنب وناخد المستوى التاني. المستوى التاني اسمه اشكيف وده سعره 5 جنيه. طيب ده بقى شكل المستوى التاني، تحسه نفس اللون كده بالظبط، يعني تحسه مش نفس اللون، يعني كده اللون احمر سنه، يعني احمر شويه من الاولاني. خلينا ندوق بقى، بسم الله. هنا بقى فعلا طعم الشطه باين، طعم الشطه فيه حلو، ده بقى اللي يتقال عليه حراق. بس برضه ستيل اي حد يستحمله عادي، بس هو فعلا حراق مش زي الاولاني مفيهوش اي شطه توست. هنا برضه نركنه على جنب ونجرب المستوى التالت. المستوى التالت اسمه المخيف، المفروض بقى ان انا كده لما اجربه واستحمله ابقى انا كده ايه جبت اخرها. هنا برضه اللون من جوه ده بقى تحسه احمر خالص كده. لاندو بقى، بسم الله. بصراحة حاسه مش حراق قوي زي المستوى التاني، يعني حاسس ان المستوى التاني اعلى من المستوى التالت. يعني انا عشان اتاكد كلت منه كذا واحدة، يعني كلت بتاع 3 4 5 كده، مش حاسس باي شطة زي المستوى التاني. من اول واحدة حسيت بالشطة على طول، بس هو عامة يعني الشطة فيه زيادة، بس ممكن اي حد يستحملها عادي، فتمام يعني مش بطال. اكتر حاجة بقى تكسر الشطة ديت هي اكيد الحاجة الساقعة، ده ما فيهاش كلام. يعني ميريندا بقى منزلة 3 اطعم جداد مسميهم ميريندا بلس، بيقول عليها صودا بلسة عصير، المفروض ان هي غالب عليها طعم العصير، بس انا دخت على 3 اطعمه ما لقيتش الا 2 بس. اول واحد بطعم اليوسفي، ميريندا بطعم اليوسفي، وتاني واحد ميريندا بطعم الرمان، وسعر كل واحده فيهم 8 جنيه. المفروض بقى ان الطعم التالت تقريبا ليمون او حاجه زي كده، فان شاء الله برضو لو لقيته ابقى اجيبه واجربه برضو علشان ندوق صح. نجيب كده الكوبايه وتعالوا مثلا نجرب اللي بطعم اليوسفي. نفتح كده ونصب شويه. طيب ادي شايفين اللون اهو، لون البرتقال. لانه بقى بسم الله. هو فعلا طعم يوسفي، يعني اقرب لليوسفي من البرتقال، بس تحسه فيه مرارة شوية، مثلا اليوسفي كان طالع جديد ولا ايه مش عارف، تحسه فيه سنة مرارة كده على خفيف. وبرده طعم اليوسفي مش باين فيه قوي، مش قوي فيه. فلو اقيمه بالارقام هديله 6 من 10. تعالوا بقى نجرب اللي بالرمان. نفتح كده ونصب في الكوباية. هنا بقى شايفين اللون، تحسه بامبا كده مش احمر، مش لون الرمان قوي. لاندو بقى، بسم الله. طعم وحش قوي، طعم دواء الكحة، ويعني طعم مش حلو خالص، تحس ان الرمان فيه طعمه بايظ مش عارف ليه. لا بصراحه طعمه مش حلو، مش عاجبني خالص، حاسس يعني ان في حاجه غلط، مش ده الطعم المفروض يبقى عليه. فلا بصراحه ما عجبنيش ومش هقيمه. طيب تعالوا بقى نختم الفيديو باكتر حاجه المفروض ان هي حلوه جت النهارده، وهي ميجا ايس كريم. ميجا بطعم السلطة كارميل، وده برده طعم نازل جديد. هو يعني مش الطبيعي ان حد يصور ايس كريم بالذات لو اوستيك في الصيف، وان هو يعني المفروض مش هيعرف يصور بيه، عشان تعرفوا يعني قد ايه بتعب عشان خاطركم واجيب لكم الحاجات الجديده واجربها. وسعر ميجا سلطة الكراميل 12 جنيه. هنا بقى نفتحها كده. طيب بقى هنا شايفين الشكل عامل ازاي، نفس شكل الشوكولاته من بره، بس اكيد بقى سلطة الكراميل هيبقى من جوه. خليها بقى ندوق كده قبل ما تسيح، بسم الله. طعمها حلو، وطعم السلطة الكراميل باين فيها. زي ما انتوا عارفين ميجا بتبقى متغلفة كده بشوكولاتة من بره ومكسرات كده، فطعم الكراميل حلو فيها. ولو اقيمها بالارقام هديها 9 من 10. تعالوا بقى ننهي الفيديو.
تلخيصا بقى للفيديو، تعالى اقول لكم على اكتر حاجه ممكن اجربها تاني. يعني مثلا في شيبسي تايجر اكتر حاجه عجبتني هي ميكس تشيز، وبصراحه ممكن تبقى يعني المفضله بالنسبه لي واجربها تاني. برضه توينكلز دبل كريم. والمستوى التاني من دوريتس اللي هو اسمه اشكير كان اكتر واحد حراق فيهم، وبرضه ممكن اجربه تاني. وفي عصير اصلا برضه اكتر طعم عجبني طعم الجوافه، ومين ده بلس حسيتها يعني مش مميزه قوي، وطعم الرمان كان بايظ فعلا فيها. برضه اكتر حاجه عجبتني في دومتي كرواسون هي بالطعم الشوكولاته والبندق، تقريبا كان شبه مولتو بالظبط. وختمنا بقى باحسن حاجه في الموضوع، ميجا سلطه كراميل. وبصراحه اي حاجه من ميجا يعني بتعجبني، اي ايس كريم عامه بيبقى حلو بالنسبه لي. وبس كده، يا رب يكون عجبكم الفيديو، ولو عجبك الفيديو انزل اعمل لايك واشترك في القناه لو اول مره تشوفني. متنساش تتابعنا على انستجرام وفيسبوك عشان تشارك في صناعه المحتوى. وبس كده، سلام.